مرحبا بكم خوتي خواتاتي في فيديو جديد ان شاء الله في الطبخ المغربي مع ملاك. اليوم جيت نشارك معكم هاد القريشلات ولا الكعكات اللي كيجيو غزالين. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله باش نوجدوا انا وياكم هاد الكعكات اللي كيجيو غزالين. هنا غادي نبداويا بسم الله على بركه الله. خديت كاس لاروب ديال النافع وكاس لاروب ديال السنيده خماره اللي غنستعمل غير النص ديالها ولا فانيا، معلقه تاع الليمون محكوك غير القشور ديالو، معلقه تاع الملح، نص كاس تاع زنزلان ونص كاس تاع الزيت، وكاس ديال الزبده اللي مذوباها، ومعلقه ديال الخل. هنايا خديت هاد المون ضفت فيه هاد الكاس تاع الزبده اللي مذوباها، راها باقا كتكون شويه سخونه، من الاحسن تكون سخونه حتى درت الماء اللي كيكون بارد، يعني كتعطيني مني كندير هاد الزبده سخونه ولات كتعطيني واحد النتيجه زوينه في العجينه. هذاك الشيء علاش وليت كنفضل كنديرها وهي سخونه. هنايا ضفت النافع، ضفت زنجلان، ضفت الزيت، ضفت الملح، قشور تاع الليمون، ضفت هاد لافاني، يعني جمعت كل شيء في هاد المول وغادي نحركو مزيان بهاد الطريقه مزيان حتى يتجانس ليا الخليط. ومن بعد غادي نضيف عليه دابا زلافه تاع الدقيق وغادي نحاول نجمعو بيديا مزيان بهاد الطريقه هذه. يعني كتحاولوا تجمعوا مزيان وكتبقاو تضيفوا في الدقيق بالتدريج. يعني ما الدقيق كيكون نوع على حسب النوع ديال الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش، كتبقاو تضيفوه بالدقيق حتى كتتماسك معكم العجينه. وهنايا ضفت غير نص تاع الخميره، يعني ماشي خماره صينه، غير النص ديالها صافي. بهذه الطريقه وكنحاول نجمعها هكا وغادي نعقب نزيد واحد شويه تاع الدقيق حتى مازال ما تجمعش ليا. يعني هنا تقريبا غادا ترفد ليا زلافه ونص تاع الدقيق، هذا الحجم ديال المقادير غادي يرفد ليا زلافه ونص تاع الدقيق. وتبارك الله كتخرج كميه اللي هي كثيره وكيجيو قريشلات ولا كعيكات اللي كيجيو رطبين وهائلين. شوفوا العجينه كيفاش كتبقى، راها كتبقى العجينه متماسكه ورطبه وكيجيو قريشلات غزالين، يعني بلا ما تحتاجي، ما كيديولناش الوقت بزاف داخل الفران وتعقبي تخرجي وتقطعيه. هنا نيشان كنعجنوهم كنقطعوهم كندخلوهم الفران بالخف زربن كيحضروا معنا، ما كيديولناش الوقت بزاف. تقريبا الفران دابا راه شاعل من الفوق والتحت، ما كنجي انا فين نقطعهم نصوبهم حتى كندخلهم الفران. وهنا خديت هاد الورق ودرت بيه بهاد المدلك بهاد الطريقه، سرحته مزيان. وغادي ناخذ القطاعه تاع البيتزا، ممكن تاخذوا سكين ممكن تقطعوها باش ما حبيتو. انا هنا هاد الشكل الاول، هاد الكويرات الاولين خديت القطاعه تاع البيتزا وغادي نحاول نقطعها بهاد الطريقه هذه. صافي دابا قلت لكم الفران راه عندي ديجا كيسخن، ملي كنديرهم في الفران من الفوق كيتحمروا من الفوق والتحت، راه ما كيديوش الوقت بزاف. الا كثرتو كديو تقريبا ديك 10 دقائق، راه ما كيديوش الوقت بزاف، راه دغيا كيتحمر. كيف ما ديروهم في الفرن ردوا معاهم البال باش ما يتحرقوش ليك. وهنا غادي نقطعهم بهاد الطريقه هذه، ودوك الجوانب اللي زولت راه ما كنلوحهمش، راه كنعاودو حتى هما نديروهم كويرات صغيورين وكنعاودو ندلكهم ونقطعوهم بنفس الطريقه هذه. صافي هنا من بعد ما كملت ليهم التقطاع دابا غادي نجيب اللاطه اللي غادي نوضعهم فيها. ممكن تعزلوهم بالوحيده بالوحيده وتستفوهم في اللاطه اللي تكون مدهونه، ممكن تخلوهم في هاد الكعيط ديال الطبخ يعني عادي هادو. لكن هاد الكعيكات راه خفن زربن كيحضروا معنا، هادو ديال الزربه ديال حطي الماء فوق من البوطه واري وجدي كعيكات باش تشربوا كويس ساعاتي، راه ما كيديوش الوقت بزاف نهائيا، راه غير كتعجنيهم كتقطعيهم بهاد الطريقه هذه كتخشيهم في الفران ما كيديوش الوقت نهائيا. وهنايا ديك الكويره اللي بقات لي الثانيه، انا من بعد ما سرحتها حتى هي بالمدلك مزيان خديت هاد القطاع ديال الشباكيه. صافي بهاد الطريقه هذه اللاطه الاولى راني خشيتها في الفران، راه تقريبا قربت طيب وانا سيره كنقطع في الثانيه. صافي حتى غنقطعها بهذا الشكل هذا وغادي نديرها حتى هي في الفران حتى كتحمر لنا من الفوق ومن التحت. وكنحيد هي النار اللي كتكون مهيله باش كطيب محمره من الفوق ومن التحت، النار كتكون مهيله من الفوق ومن التحت. ها هي من بعد ما طابت شوفوا الشكل اللي جات فيه، راه جات غزاله وكيجيو مقروشين وكيجيو رائعين وبالخف كيطيبوا. غير حطي الماء فوق من البوطه باش تعمري كويس ساعتي وجدي هاد القريشلات، راه بالخف ما كتجي فين تعمري كساتي حتى كيحضروا معك هاد القريشلات اللي كيجيو رائعين. ودابا الوصفه ها هي انتهت، كنتمنى من الله انكم تكونوا دوزتوا معنا وقيت زوين. تبارك الله كيفاش كتجي، راها كتجي في نفس الوقت مقروشه وكتجي رطبه. انا غادي نقسم معكم هذه باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجات، راها في نفس الوقت كتجي قروشه وكتجي تذوب ذوبان في الفم. شوفوا الشكل كيفاش كتجي فيه. وشكرا لكم على مشاهده الفيديو وعلى الوقت ديالكم اللي قدمتوه ليا، وكنتمنى من الله اللي اول مره شاف المحتوى
وعجبو المحتوى ديال القناة يدير لنا اشتراك ولايك الفيديو وبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء باش هكا كتعمل فائدة وهكا كتزيدوا تدعموني في مواصلة هذا المحتوى. والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.